هنتكلم على عالم الموتى، وده تجددت آراء المتفقهين من القوم في تحديدهم لعالم الموتى. تخيلوا بعضهم في جوف الأرض حيث كان يدفن الموتى، حيث يحكم من يحيي التربة والبذرة، ينبت الزرع، يدفع الفيضان، يرعى المكدودين وهو أوزوريس. وتوهموا بعضا آخر في الغرب على الإطلاق، حيث توجد أغلب مقابر القوم، حيث تغرب الشمس، حيث يمتد البصر إلى ما لا نهاية، في الصحراء الغربية غير ذات الحدود المرئية بالنسبة لمعارف عصرهم. ومن هنا كان اتجاه أغلب الموتى المصريين للغرب، ذلك لأن الصحراء إنما كانت مطروقة وبتنتهي عند البحر الأحمر، بعكس الصحراء الغربية اللي بتغرب الشمس في اتجاهها، واللي لم يعرف لها القوم حدود كالأبدية اللي لا حدود ليها. ومن ثم أطلقوا القوم على عالم الموتى اسم عالم الغرب، كما كان الموتى يسمون أهل الغرب، على أن هناك فريق ثالث ذهب إلى أن عالم الموتى إنما كان في السماء، حيث الرفيق الأعلى، حيث مسيرة الشمس في النهار، حيث النجوم اللي بتتلألأ بغير حصر في الليل، لا تريم ولا تفنى. وأثروا هذا الأمل في السمو الروحي والمكان ده في بداية أمرهم على الحكام الذين كبر عليهم أن تؤول أبدانهم تتوالى أرواحهم إلى عالم التراب، كما تؤول بقية الأبدان والأرواح. فتوهموا موتهم صعودا إلى السماء، حياة بين النجوم، ومصاحبته لكوكب الشمس حيثما دار. ومن ثم رأينا النصوص إنما تصف موت آمون محات الأول وكأنه قد صعد إلى السماء، اتحد مع الإله، حيث تقول صعد الإله إلى السماء، أصبح متحدا مع أرس الشمس، اندمجت أعضاء الإله الملك بمن خلقه، كما جاء في نصوص الأهرام إن الملك قد يمثل في شكل ذلك النجم الوحيد الذي يشرق في الجانب الشرقي من السماء، والذي يجوب السماء في صحبة الجبار والشعر اليامانية. هناخد دلوقتي تعليق. واحد بعت لنا بيقول لنا العلماني واللاديني دائما ما بيتعاطف مع المسيحية وبينتقد الإسلام، ببساطة لأن المسيحيين مسالمين، أما المسلمين عدوانيين ميالين للعنف بناء على تعاليم دينهم. هذا وقد تصور القوم أنه مما يتفق ومماثلة ملك مصر للشمس أو بنوته ليها أن يتخذ بعد موته شخصية إله الشمس نفسه
فيجلس على عرشه ويرأس الآلهة، أو يتلقاه إله الشمس لقاء حسنا ويهيئ له مكانا في سفينته، أو يتخذ كاتبا له يجلس أمامه أو إلى جانبه، ومن ثم يجوب وإياه السماء في النهار كما يجول بها في الليل مع إله الأمرتاحوت. جاء في ماتون الأهرام إن الملك المتوفي ليس إنسانا، آباء ليس من البشر، أمهاته لسنا من الناس، إنما هو تاحوت أقوى الآلهة، هو شو ابن رع اللي بيحمل السماء يتزعم الأرض، يقضي بين الآلهة. طوبى للذين يرونه وهو متوج بحلية رع، وعليه نقبته كحتحور، إنه يغدو إلى السماء فيجد رع واقفا فيجلس إلى جانبه، لا يسمح له رع بأن يرتمي على الأرض، لأنه يعلم حقا أنه أعظم منه، كما يعلم أن هذا المجد لا يغني أنه ابنه. ومن ثم يبعث الرسل من الملائكة علشان يعلنوا إلى سكان السماء إنه قد ظهر لهم ملك جديد، إنه ممجد لا يفنى. إذا شاء لكم الموت فإنكم تموتون، إذا شاء لكم الحياة فإنكم تعيشون. هذا وقد تصور القوم إن الملك يدخل في السماء حقل الآسل اليارو أو مقر الممجدين، حيث يزدهر الزرع، ينمو القمح والشعير إلى ارتفاع 7 فيجلس عرش كبير تكرم رعيته، يقضي بينها على نحو ما كان يفعل في الأرض. ومن ثم لم يكن جنة الآسل مقصورا على الملك وحده، إنما كان يدخلها كذلك أتباعه حاشيته والأبرار من شعبه. صديق لينا بعد بيقول لي عقت ذنوبي عندما رأيت إيمانهم المزين. هذا لم يقدر لأحد هذه الآراء أن يسود على غيره ويحل مكانه، إنما تقاربت من بعضها البعض. ربما حدث تنافر قصير فيما بين أنصار عالم السماء ورب رع، وبين أنصار عالم ما تحت الأرض ورب أوزوريس، لكنه سرعان ما لبس أنزال أدت إيحاءات السياسية ومرونة الدين إلى التوفيق بين المذهبين عن طريق موازنة امتداد نفوذ رع رب الشمس أسفل الأرض، حيث يهبط كوكبه فيه ليستضيء الموتى بنوره، ده مع افتراض نفوذ مماثل لرب العالم